السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. نستهل كل حلقة بآية من كتاب الله زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. الآية معانا النهارده من سورة الأنبياء، برضو الآية رقم 30. نبدأ بيها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. دي كانت آيات النهارده. ندخل في حلقة النهارده. ما تقولش دايما ما تجريش بينا. حلقة النهارده بتقول لي يا دكتور، هو ينفع ان انا ممكن اركب طربوش على ضرس العقل، خاصة لو كان عندك كام ضرس قبلها مفقودين؟ اقول لك، لو ضرس العقل طلع في مكانه الطبيعي ومفيش اي مشاكل منه، وحشيته عصب والحشو العصب بتاعه نجح وكان كويس، وقفلته عادي من فوق عادي، ممكن انك انت تعمل عليه طربوش. مفيش اي مشكله. هو يا جماعه اصل ضرس العقل ده زيه زي اي ضرس. انا ما دام مثلا، خاصه كمان في لو انت مثلا كنت قدر الله خلع الضرس اللي قبله السادس او السابع وهو موجود ضرس طبيعي ربنا خلقه، نخلعه ليه؟ احنا مش بنخلعه الا لما يكون في مشاكل، طالع بطريقه غلط، عامل لك الام مش عارف تاكل منه، حته طالعه منه كده كأن زي حاجه يعني شقه لسه وطالعه بطريقه بتاذيك لما تيجي تمضغ. انما طول ما هو كويس طبيعي عادي يتحشى عصب وتعمل له حشو عاديه وتركب عليه طربوش، مفيش اي مشكله. اشوفكم الحلقه الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.